السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم اخياتي راح نشارك معكم بعض من مشترياتي للشهر الفضيل. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. للامانة اخياتي انا هذا الماعن كامل شريتهم للبيت الجديد، وفي نفس الوقت راح يكونوا شهر رمضان ان شاء الله. اخياتي قبل ما نبدا صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. نتمنى دعموني بجام وبارتاج وتمدوا لي رايكم في مشتريات اللي راح نوريها لكم. هنا اخياتي عندي هذا الطاس ولا هذه القريعه تاع الزجاج اللي نديروا فيها الزيت، زيت الزيتون ولا الزيت النباتي اللي تكون فوق طاولة العمل دائما. هذه شريتها ب80,000، وبعد ما كنت غسلتها وعقمتها مليح وراني شاركت معكم الزيت. شوفوا هي في البداية تكون خفيفة، لكن بعد ما تعمروها يعني تثقل وتولي عادي. هنا عندي المقلة هذه اللي شريتها 180,000، هي شوفوا ثقيلة وصوليد، مين مطيب فيها يعني ما شاء الله. يعني طيبت فيها شحال من مرة، ما تلصق ما تكحل ما والو، يعني ما شاء الله. شريتها 180,000. وعندي هذه البخاخة اللي شريتها خصيصا للاي فراير. كان عندي واحد الموديل من قبل ويعني تكسر بسرعة، شريت هذه راني نجرب فيها يعني ما شاء الله تبخ هايلة، وطريقة الاستعمال كذلك تاعها مليحة. شريتها ب25,000. عندي هذه القرعة الزجاجية عفوا، شريتها خاصة لسائل الأواني اللي تنحط كديكور فوق لابلونج، تجي بزاف هايلة. شريتها ب45,000. عندي خياتي هنايا هاد الفرشات اللي راح نستعملهم في الحمامات وراح نستعملهم في المطبخ، شريتهم ب20,000. تقدروا تستخدموهم لعدة استخدامات، صدقوني يحكوا مليح ويشدوا مليح. يعني الفرشات تاعهم ما تقدمش بسرعة، وانا كل وحدة لما درتها يعني لما خيرت نغسل بها حتى نستعملها في لابلاك ولا الكويزين. يعني عندي هاد الكاسرونات اللي كنت متخوفة منهم، لكن بعد ما جربتهم يعني ما شاء الله شريتهم ب320,000. يا خياتي انا ما على باليش عليها عندي مشكل مع الكاسرونات، يعني كل مرة نتجدد منهم، نشريهم غاليين ولا بثمن قليل يعني نفسهم. المرة هذه شريت هذه قلت نجرب زهري فيهم، لأنه كاين أنواع اللي كي تجي تفرغي منهم الحليب ولا كاش حاجة يسيحوا في الأرض، وكاين أنواع اللي زعما ميمسي تشدي تخليهم غير شوية فوق النار يتحرقوا لك. راح نجرب هذا وإن شاء الله تكون فيهم فايدة. قلت لكم الثمن تاعهم 320,000، وإذا كاين أنواع مولفين تخدموا بهم خلوا لي في التعليقات. عندي اللوحة هذه، شوفوا هذه تستعمل التقديمات يعني المملحات ولا ديفورماج ولا اي انواع من التقديمات، وكاين اللي يستعملهم كتزيين فوق طاولة العمل يعني فوق البوطاجي كما انا استعملتها فوق البوطاجي. شريتها ب120,000. هي جايه ثقيله وسوليد، يعني تقدروا تديروها لعدة استعمالات. انا راح نشارك معكم ان شاء الله تنظيف العميق للمطبخ وراح نوري لكم كيفاش درتها. يعني صدقوني راح تمد منظر بزاف شباب فوق البوطاجي يعني طاولة العمل. وانا يا شريت هذا الماس ب25,000، هذو للفاكهة خاصة، لكن صدقوني بعد ما جربتهم ندمت كي شريتهم. يعني الموس يتنحى مباشرة من اليد تاعو، ياتي ماشي كامل عملين. وعندي هذه المساكة اللي شريتها خاصة للبخارة. انا خياتي عندي لاكوكوت هذه تاع فورصة. شوفوا اول مرة سقسيت على لا ماركة هذه وقالوا لي مليحة، يعني انا طيبت فيها شحال من مرة وجربتها صدقا وبكل مصداقية. عجبتني في طيابها، في مدة الطهي تاعها، يعني في طريقتها، يعني ما شاء الله بارابور لاكوكوت العادية. بالنسبة لي انا عجبتني، وكل واحد وطريقته في الاختيار. هذه شريتها ب980,000 تاع 8 لترات. هنا تقريبا شبيهة لاكوكوت ساب، لكن اكيد الكوكوت ساب مخيرة كامل في ليمر، لكن انا صدقوني هذه ساعدتني وعجبتني في الطهي تاعها في كل حاجة. عندها لي بوطون تاعها تاع طريقة الغلق والفتح، عندها الصفارة اللي كي تغلقيها وتطيب في البخار فقط، ولا الصفارة اللي تفتحيها وتطيب عادي كي تكون المرقة بزاف. يعني صدقوني خياتي انا طيبت فيها شحال من مرة وعجبتني، يعني كل وحده وطريقته في الاختيار. كما شفتوا خياتي عندها حتى الوقت منين تريقلي شحال تبغي، يعني يبقى لك مدة الطهي وتصفر لك عادية ولا تصوني لك عادي. انا خياتي الحاجة اللي مليحة فيها انه بزاف عملية وتطيب بسرعة بالنسبة ولا بالمقارنة باللاكوكوت العادية. انا خياتي راح نشارككم السيرفيس هذا. بالنسبه للسيرفيس هذا شريته في البدايات كامل وكنت مصوراته واحتفظت بالفيديو، وراح نشاركه مع المشتريات هذا. السيرفيس هذا يعني فيه 22 قطعه، فيه 6 تاع شوربه و6 لي بلا و6 طبسي عادي.
فيه طبسي تاع الاصالات، وفيه بلا، وفيه لا سوبيير. بالنسبه للموديل هذا فيه عده اشكال، فيه المربع وفيه الدائري. وبالنسبه للرسومات اللي فيها تختلف، يعني كل وحده ورسمه تاعها، يعني كاين بزاف موديلات في هذا الطقم هذا. انا خياتي بالنسبه للطقم هذا يعني راه متنوع وفيه بزاف موديلات، كما انه راه متوفر في عده محلات على الاغلب. وعلى ما اظن انه الموديل هذا دخل جديد في اواخر 2025، والله اعلم. يعني انايا نهار شريته كان في الوقت هذاك كان في اواخر 25، وكانوا بزاف يشكروا لي فيه. صدقوني يعني جد راقي كي تحطيه على طاولة العمل. سيرفيس فخم راقي، يعني الثمن تاعو جد معقول على حسب الكمية اللي فيه. وصدقوني انا دائما في لي سيرفيس هذو اكافي ولا اطب دائما نحوس على حاجة بسيطة اللي ما ديموداج وفي نفس الوقت تكون راقية. يعني ما نحبش هذوك اللي فيهم من الورود ولا الالوان يعني اللي يشمتوا المنظر ولا فيهم الدوري بزاف. وانا خياتي راح نوري لكم حاجه بحاجه هكذا باش تدوا فكره لكل وحده حبت تعمر دارها، ولا حبت تشري سيرفيس خاص بالضيوف في شهر رمضان، ولا حتى تمتعي روحك. يعني صدقوني لي سيرفيس هذو ملاح يكونوا عند اي وحده فينا، يجيها كاش واحد تحط له حاجه فخمه وتكون كامل مع بعض. هنا عندنا لا سوبيير تاعو كيما راه واضح معكم، شوفوا الشكل تاعها بزاف شباب، كبيره، تعمر العين، والشكل تاعها بزاف رائع. انا خيرت هذه الرشمه هذه اللي تجي فيها شويه دوري. والثمن تاع هذا لا سوبيير من قبل ما ننسى مادام وريت التيكي شريته 1,900,000. انا شريته في اواخر 2025. يعني قلت لكم راني احتفظت بالفيديو فقط باش جلو موعد باش نشاركه معاكم وتمدوا لي رايكم فيه. انا خياتي البلا تاعو ما يجيش كبير وما يجيش صغير، يعني يجي بهذا الشكل، يعني في المتوسط. صدقوني تحطي فيه سلطات ولا يعني اي تقديمات راح يساعدكم. هنايا عندنا الطباسة تاعو كيما راه واضح معكم في الفيديو، ما يجوش كبار ويجوا في المتوسط. الشكل تاعهم بزاف هايل، وشوفوا الرشمه تاعو بزاف رائعه. من ناكد لكم خياتي خاصه اللي عندهم لافيسل، هذه الرشمه هذه ما راحش تتنحى لكم. يعني كاين بعض الاواني اللي كي تشري فيهم هذه الرشمات مع الغسيل يتنحاو، وانا اشوف غسلتهم باليد عادي بلافيت، ولا غسلتهم في لافيسل يعني الرشمه مازالها هي. وانا خياتي عندي لي بول تاع الشربه. واللي ناكد لكم كل وحده حبت تشري سيرفيس ناكد لكم شوفوا مليح البول تاع الشربه، لانه كاين دي سيرفيس فيهم بول تاع الشربه صدقوني حتى غير الفلول يجي فيهم، يعني يجوا صغار ما يجوش من با يستاهلوا فيهم الشربه. لهذا خيروا عينكم هي ميزانكم، لانه دي فوا قلت لكم في لي سيرفيس يجي بول تاع الشربه صغير بزاف. كما واضح معكم انا جو هذو في المتوسط. وريت لكم هذاك الطبسي تاع السلطه اللي يجي كذلك في المتوسط. وعندنا البلا هذا، شوفوا البلا هذا بسم الله ما شاء الله، تجي القاعده تاعو شويه هابطه، يعني ما يجيش بلا 100%، يجي شويه هابط. وشوفوا لي الشكل تاعو النهائي، يعني صدقوني تحطوا في طاوله رمضان ولا طاوله الضيوف بلا كيما هذا يعمر العين. فيه واحد اللمسه راقيه، فيه واحد الديكور ما شاء الله. وكما قلت لكم الثمن تاعو جد معقول، شريته 1,900,000. يعني بعد ما كنت قضيت في الحانوت هذيك نقصوا لي في الثمن، لكن المبلغ يستاهلهم. الشكل راقي، الشكل بزاف شباب، ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم خياتي نال اعجابكم، وكل وحده عجبتها حاجه في الفيديو خلوها لي في التعليقات هكذا باش نشارككم اواني اخرى. بعد ما كنت شاركتكم عده مشتريات، راح نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف هكذا باش تشوفوا كامل مشترياتي اللي كنت شاركتها معكم في بيتي الجديد. مشاهدة ممتعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو جديد إن شاء الله، سلام.